البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة. المكان مألوف والوظيفة معلومة، لكن القليل من اكتشف وجه الغرابة. خلال زيارتي لإحدى الصيدليات في العاصمة الرياض، وعندما وقفت أمام هذا الرجل لم أستغرب جنسيته اليمنية، وإنما اسمه المختلف صدام حسين. سبب التسمية يبدو أنه وراثي، فجده اسمه علي عبد الله صالح. والغريب في الأمر أن صدام حسين الصيدلاني يتوافق مع صدام حسين العراقي في تاريخ يوم وشهر الولادة، فكان الارتباط في الكثير من الأشياء كما يقول. طبيعة الاسم التي ارتبطت بالماضي زرعت عنده شخصية الرئيس، فكان يبحث عن مجد بين أصدقائه في الدراسة، لا سيما وأنه تخرج من جامعة الموصل في العراق، بل كان يحظى بمعاملة خاصة من قبل عميد الكلية الذي كان يخافه الطلاب آنذاك. فأنا لست نادما على الإطلاق عندما أجد انقلاب الموازين بعد رحيل شخصية مثل شخصية صدام حسين، فأنا لست نادما على ذلك، بل على العكس دائما أجعل من اسم صدام حسين بوابة لاختراق الصعوبات واختراق كل العقبات التي تقف في طريقي. يحترمه زملائه في العمل كثيرا، فالضحكات لا تتوقف. وعندما سألته عن مقولة نسبت لصدام وهي أفارق شعبا تهاوى وغنت من بعد البرتقالة، فندها بشدة وأشار إلى المقولات التي يعرفها. لا تستفز الأفعى قبل أن تبيت النية والقدرة على قطع رأسها، ولا يفيدك القول بأنك لم تستبدع، وأعد لكل أمر ما يستوجب وتوكل على الله. يعشق صدام العراق في شخصيته ويكره فكره، ورغم هذا كان طريح الفراش لمدة أسبوع كامل بعد مقتل الرئيس العراقي السابق صدام حسين، بل ينوي تسمية ابنه الثاني عدي بعد الليث. لبرنامج الحياة كلمة، بارك دجين، الرياض. هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.